هلو يا جماعة، عاملين ايه؟ انا رينا سليمان من شركة يرهم للخدمات العقارية. بصوا بقى، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلا تفاصيلها كتيرة، فحاولوا بقى تستحملوا الوقت. واللي مش عايز يكمل الفيديو وحاسس ان هو طويل يعني، ممكن ان هو يتفرج على الشورت فيديوز اللي بحطها على اليوتيوب. كويس قوي. الفيلا دي معروضة معانا للإيجار، والغاية من الفيديو حاجتين: ان انت ممكن تكون مستأجر فتكون عارف تفاصيل البيت، او ممكن تكون مشتري فمحتاج بيت بهذه المواصفات. احنا بنتكلم عن ارض 720 متر ومباني 512 متر في كومباوند براند نيم في التجمع. و التشطيب تحفة طبعا. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طيب خلونا نقول ان الدور الارضي غرفتين ماستر، كل غرفة بحمام، ريسبشن كبير، ليفينج، سفرة، مطبخ، حمام ضيوف. وبعدين معانا الدور الاول 4 غرف بلس ليفينج روم و2 حمام كيتشنات. وبعدين معانا الروف في غرفة وبرده كيتشنات حمام سباحة، وروف حوالي 120 متر. بصراحة أنا بأجر بالدولار مش بالمصري، وهي دلوقتي مفروشة يعني. انا كنت بصور والفيلا فاضيه، معايا حمام السباحه فيه شلالات. يمكن ما كانتش الاضاءه احسن حاجه، وده هتشوفوه كتير في الفيديو، بس صدقوني انه الفيديو مقلل كتير جدا من الواقع. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه البيت معايا في الفيديو ده كان اول سكن، لكن هو اتسكن قبل كده، وده للامانه المهنيه انا محتاجه اقول ده يعني. وزي ما قلت ان هو مفروش حاليا بالكامل، فايه اللي هيكون محتاج التفاصيل هيبعت لي على الواتساب. يلا نروح نشوف البيت، خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حته. طيب احنا في البدايه كده هنشوف الريسبشن. كان يهمني قوي الابواب لان فيها سلك على الشبابيك يعني، وده مهم جدا. الازاز عندي كله بانوراما، فالريسبشن عندي منور، يمكن الاضاءه بس شويه معاكسه معايا، لكن برضو البيت هيكون واضح بشكل كبير. طبعا مطبخ اوبن كيتشن زي ما احنا شايفين، لكن في ناس بتحب تقفل. دلوقتي في حاجه شاتر كده بتتحط على الشباك ده وتتقفل، وده انا افضله كتير احسن ما يكون مقفول خالص، مع ان الشفاطات بقت تقوم بالواجب، بس مفيش مشكله يعني. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان عاجبني شكل النجف الصراحه، وبحب انا الحاجات الجبسون بورد دي. انا عارفه ان في ناس ممكن ما تحبهاش، بس يعني اذواقنا دايما بتختلف. عاجبني كمان ان ازاز الريسبشن كله بانوراما، فده مخلي معايا ريسبشن منور. انا هنا يا جماعه مش مشغله ولا اضاءه خالص، ريسبشن كبير جدا. طيب احنا دلوقتي هنشوف بقيه الفيلا. ندخل بقى المطبخ نشوف المساحه. اعتقد مساحه المطبخ ممتازه، يمكن يعني الاضاءه بس هي اللي عامله كده، ان احنا معانا شباك مفتوح على الريسبشن، وطبعا الريسبشن فيه ازاز بانوراما فمدخل اضاءه، فعشان كده بس الدنيا ممكن ما تبقاش واضحه قوي. ده بقى من هنا ممكن نقفل ده بشاتر برضو لو احنا محتاجين نعمل ده عشان الدنيا تكون اسهل. طيب دي اول غرفه معانا في الدور الارضي، وفيها حمام زي ما احنا شايفين. اعتقد مساحتها كويسه قوي. خلي بالكم انا عندي كاميرات مراقبه في الفيلا من احسن الكاميرات الموجوده. عندي جهاز انذار متكامل يعني، كشافات اضاءه في الفيلا من الخارج، بس لاني كنت بصور بالنهار فما كنتش محتاجه ان انا اجيبها من الخارج. دي الغرفه التانية بحمام برضو. يبقى احنا كده معانا غرفتين في الدور الارضي، كل غرفه بحمام. في ساوند سيستم في الفيلا.
صراحة انا عاجبني الشبابيك منورة البيت، مش محتاجة خالص اشغل اضاءة. يعني انا مبسوطة جدا، بحب البيوت المنورة دايما في الحقيقة. ده حمام الضيوف اللي انا عديته ده، مش عارفة ليه نسيته، بس مفيش مشكلة. مفيش فيلا ستاند الون بالحجم ده هتبقى من غير حمام ضيوف. بحب قوي الازازة البانوراما اللي موجودة على السلالم، يعني دي حاجة بتبسطني بصراحة. انا كنت حابة اجيب الابليكات برضو الصغيرة دي، بتدي اضاءة. وبعدين بطلع هنا معايا بقى يعني مكتبة كده ديكورية، بس منظر لو انتوا عايزين تحطوا فيها شوية كتب او حاجة. وبعدين بقى احنا هنبتدي نشوف الغرف اللي احنا اتفقنا عليها. احنا قلنا ان في الدور الاول احنا معانا 4 غرف، دي اول غرفة معانا وفيها ترس خطير ممتاز. لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا بحاول افتحه بس هو يعني جامد جدا. بصوا المساحة قد ايه يا جماعة، وشوفوا المسافة بيني وبين الجار، مسافة بجد، مسافة فعلية مش هزار يعني. عجبني هنا بقى الازاز ده قوي، يعني انا بحب الدبل جاس كده. اول حاجة عايزة للصوت، تاني حاجة بيكون منور البيت جدا. انا بحب البيوت المنورة، ما بحبش استخدم اضاءات كتيرة في الحقيقة. طيب ودي هتكون تاني غرفة معانا. ده شكلها او الديكور بتاعها يعني. حلو الالوان البني دي، وفيها طبعا الحمام بتاعها. فدي في الدور الاول بتكون اول غرفة معانا بحمام، ودي تالت غرفة معانا. انا حاساها غرفة ولاد عشان سبايدر مان. خلي بالكم انا عندي مساحة الجاردن لوحدها حوالي 600 متر. دي كده يعني ده الترس طبعا كبير في الغرفة، وبعدين دي الجهة الخلفية من الفيلا. لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سبايدر مان بحاله اهو، مش ناقص منه اي حاجة. بأجر الفيلا دي بالدولار، مش بأجرها بالمصري خالص. طيب احنا دلوقتي خلاص كده هنشوف اخر غرفة معانا، وهي الغرفة الرابعة اللي موجودة في الدور الاول. ده مكان الكيتشنات اللي انا يعني بتكلم كده عنه، كانت لسه البيت ما اتفرش بصراحة. ودي الغرفة الرابعة معانا. يعني انا مش عارفة ده اسمه تجليد ولا ايه، بس هو شكله حلو، الوانه هادية ولذيذة قوي صراحة. لو احنا حسبنا الغرف في الدور الاول هيبقى عندنا غرفتين بالترسز، وهيبقى عندنا غرفتين تانيين بشبابيك عادية. كويس. ده حمام برضو بيسرفز على الغرف اللي من غير حمامات. طيب احنا مش هنكمل الدور التالت، وهو بيبقى فيه غرفة زي ما اتفقنا وروف. ليه؟ عشان خلاص كانت الشمس بتروح مني بصراحة، ويعني كنت خلاص عايزة امشي. فالبيت ده او الفيلا دي اول سكن كانت في الفيديو، لكن في الحقيقة هي اتسكنت مرة قبل كده، وهي دلوقتي بتتأجر مفروش. انا بأجر بالدولار مش بأجر بالمصري خالص. محتاج يعرف السعر اسكرينا على 031 رينا سليمان، شركة هوم عقارات. بس اشوفكم قريب. باي باي.